السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي صحفي غاوي عصافير. النهاردة يعني رغم الجو الحر اللي انتوا فيه ده، اضطريت ان انا انزل السوق عشان اشوف ايه الجديد. ونزلت بالفعل، ما طقتش الجو صعب جدا. كمان ما لقيتش فيه سوق. تم ازالة السوق اللي هو ورا امان بالكامل. الحديقة مغلقة. حتى الحديقة في الوسط مانعين حد يقف فيها. بالنسبة لسور الحديقة برضو بيروحوا يمنعوا الناس يقفوا فيها. كمان كان ممنوع التصوير النهاردة بشكل شديد، يعني ممنوع. السوق المكان بتاعه الجديد هيبقى ما بين الجامع وما بين الكوبري، ولكن حتى الآن لم يتأكد إنه هيوافقوا بوقوفنا هناك أو وقوف الناس هناك. طبعا الجو كان حر جدا، فالناس ما كانتش كمان بتطيق إن هي تمشي. في طيور كتير كانت بتنفق منهم. التجار في حالة خمول. الناس اللي بتنزل تلم ما كانوش موجودين النهاردة، عشان عارفين ان الجو حر. كمان عشان اعتقد ان هم لموا اللي هم عايزينه، وحاليا عايزين يوقعوا السوق عشان المرحلة الجاية في اللم. في كلام ان اللم في المرحلة الجاية هيبقى في الرمبوهات، وهيبقى في الاسبنجلات والفلل، والله اعلم. الكوكتيل طبعا شادد حيله، ما زال شادد حيله. هو طبعا نزل سعره ل 400 جنيه في الالبينو، في اللاتيني. ومفيش لم، مفيش حد كان في السوق فاضي خاوي. اللي موجود بس طبعا الازالات شغاله هناك عشان خاطر يطوروا المنطقه ديت. فكله قافل. التجار اللي كانوا بيقفوا مش موجودين. هتلاقي 5 6 كده برضو ناس نازلة تتجول وما بيطوقوش الحر اللي موجود. انا ما نزلتش، حتى ما كانش معايا عصافير، وما اشتريش في الجو ده عصافير او طيور عموما، عشان على بال ما هروح البيت هتكون نفقت مني، او جالها احتباس حراري اروح البيت ما اعرفش الحقها. الجو ده مش جو بيع وشراء. مش هقول لكم اي اسعار النهارده، لان مفيش حد زي ما بقول لكم في السوق. هبقى بفتي لو بقول اسعار. طبعا اللي كانوا ماشيين عشان يشتروا من بعض الناس اللي بتلم عشان تبيع للتجار، كانوا بيلموا باسعار رخيصه جدا، عشان خاطر هم عارفين مثلا ان حاجات معينه هتطلب الاسابيع القادمه، فكانوا بيخزنوها عندهم. الاكل سعره هو الاسبوع اللي فات. لم ينخفض. ده ملخص العملية النهاردة. في كلام ان السوق هيروح سوق التوانسي، وفي كلام تاني ان هو هيروح حلوان. حتى الان لم يثبت السوق هيبقى فين. الكلام ان هو هيبقى في الشارع اللي بين المسجد وبين الكوبري اللي على ايدك الشمال. ده ابرز او ملخص القصه بتاعت السوق النهارده. مش هحاول اطول عليكم فيها. مفيش كتير ان انا اقوله لكم. هو ده كان الملخص. مش هقعد ارغي وازيد واعيد زي الناس اولت واعجن، طبعا مع احترامي للجميع، عشان تسمعوا الكلام بسرعه ويبقى فيه ملخص. ده النهايه. مفيش سوق النهارده، اذا مفيش اسعار النهارده. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اقول لكم حاجة. طيب، يا ريت نحافظ على الطيور اللي معانا في الجو ده. تمسكوا بالاسعار بتاعتكم، لان الاكل غالي. يا اما ما نربيش بقى، نخلي الغية بتاعتنا حاجة بسيطة كده ننبسط بيها بوجودها معانا. انما اللي بيربوا حاجات كتيرة يحافظوا على اسعارها، يتمسكوا بالاسعار، ما يرموش برخص التراب. احنا اللي نسيطر على السوق، مش التجار. الغاوي يبيع بمزاجه، مش التاجر هو اللي يفرض عليك. السلام عليكم، وما تنسونيش في اشتراك وتعليق. السلام عليكم.